السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيما وعدناكم ديما. المهم اليوم جبنا واحد وصفه تغنيك على على جميع الوصفات. وصفه فعاله. انا بالصدفه دخلت المواقع التواصل الاجتماعي اليومات وطلقاها، هي اللي دايره الطوب. هاد الوصفه تدير قلت بالك نجربها. فعلا خديت المكونات وزيدوا المكونات، ماشي شي حاجه صعيبه، يعني المكونات ساهلين وموجودين ورخاص. الثمن ديالهم رخيص ولكن الفعاليه ديالهم زوينه بزاف. هاد الماسك اللي هو عباره عن مواد طبيعيه باش تيثير البشره، تيشد البشره، تيحيد التجاعيد، تيرطبها، تعطي واحد الترطيب، تعطي حتى تصفي الوجه، تصفيه التصفيه تيبان لك من اول استعمال تيبان لك الفرق. يعني وصفه كامله مكموله، حيت المكونات هما طبيعيين ولكن فيهم واحد المفعول مزيان بزاف. ندوزو دابا المكونات ديال الوصفه. المكونات اللي هي عباره على السمسم اللي باللغه العربيه بالدارجه عندنا حنا في المغرب تنقولوا ليه الزنجان اللي فيه الزيوت ديالو مزيانين بزاف. الزيت ديال الزنجلان الا درتيها وخرجتي بها الشمس تعتبر من بحال واقي شمس، يعني تقدري ديريها وديريها مع واقي الشمس، يعني زوينه بزاف. كاينه زريعه الكتان اللي غنيه بالاوميغا 3 اللي حتى هي مزيانه بزاف. هذا المكون الثاني. بالنسبه للمكون الثالث اللي هو بذور الشيا راه غنيه على التعريف، كلشي عارفه. تمشي عند العطار تقول ليه عطيني بذور الشيا، تيعطي لك موجوده فين ما مشيتي، يعني معروفه، وهذا هو الاسم ديالها، هي بذور الشيا. المكون الرابع اللي هو نيدو، حليب الغبره. انا تنستعمل نيدو ولكن كاينين اشكال اخرين، كاينين المهم هو الحليب المجفف. تنديرش الاشهار النيدو، ولكن المهم عندنا حنا في المغرب الماركه اللي كاينه بزاف هي نيدو. المهم الحليب المجفف اي نوع عندك تقدري تستعمليه. المكون الخامس اللي هو بيضه، يعني الا كانت بيضه بلديه راه مزيانه بزاف. ما كانش تنقدروا بالبيض اللي عندنا دابا، ما متوفرش عندي بيضه بلديه وملي بغيت ندير وصفه ما لقيتهاش، وانا ملي خديت بيضه روميه. هو يعني فاش تاخدي الصفر ديال البيض، وهما بجوج عندهم نفس الفعاليه. هي البيض البلدي راه الفعاليه ديالو كتر. المهم هادو هما المكونات ديالنا اللي قلنا ساهلين وبساط وموجودين تقريبا، راه موجودين في اي بيت. هنايا خديت معلقه ديال السنجلان، معلقه ديال زريعه الكتان، معلقه ديال بذور الشيا، خديتهم هنا وطحنتهم، هما هنا مطحونين. تطحنيهم ماشي كاع تنيي ليهم بزاف، تيبقى واحد شويه حريشين باش تقدري تقومي. الا بغيتي تقومي هكا بهم وجهك تديري بهم ماساج. بغيتي غير تغسليه، يعني اللي بغيتي. ها هما الطريقه باش خليتهم، ما حمرتهم ما حتى حاجه، هكاك بلا تحمر بلا حتى حاجه، حتى تكون باقي الفعاليه ديالهم، باقي الزيوت ديالهم كاملين كاينين. ها هما. اذا على بركه الله تناخذوا جبانيه ولا زلافه ولا نقولوا حنايا، تناخذوا معلقه كبيره من دوك المكونات بالثلاثه اللي طحنت: السنجلال، زريعه الكتان، بذور الشيا مطحونين. تناخذوا معلقه هي، والباقي تحتفظي به، تديريه في قرعه ديال الزاج، تطرطيها مزيان، تحتفظي به في الثلاجه باش ما يخسر ما يفسد ما حتى حاجه. باش ما حطيتي به في الثلاجه تيكون احسن. غنضيفوا معلقه ديال الحليب المجفف. ها هما المكونات عندنا دابا، ها هما دابا 4 ديال المكونات هما هادو. والوصفه راه فعاله الا جربتيها راه ما غاديش تندمي عليها، وغادي ديريها وغادي تعاوديها. هي الوصفه يعني ماشي باش ما استعملتيها وداومتي عليها تعطيك الفعاليه، ونهار على نهار تيبان لك الفرق. تناخذ الصفه ديال البيض، نجي هنا تنعزل بياض البيض بوحدو. هو ممكن ديري بياض البيض، غير هو بياض البيض تينشف شويه البشره، داكشي علاش.
حيت هاد الوصفة بغينا نديروها حتى لتحت العين. فاش تديري صفار البيض، صفار البيض تيغذي، تيدير تغذية للبشرة، داكشي علاش إلا درتيه تحت العين مزيان. بيض البيض إلا درتيه تحت عينيك تيجبدها ليك حتى يديرها، وعرفتي تحت العين تيكون حساس. المنطقة الحساسة في الوجه كامل هي تحت العين، علاش دغيا تأثر لينا، دغيا تزرق، دغيا تتكمش، دغيا تيوقع لها بزاف ديال الحوايج، حيت هي الحساسة ورقيقة ديك الجلدة ديال تحت العين. المهم هما المكونات، ومن بعد ما خلطنا تتخلطي مزيان. كاين اللي ما تيبغيش مثلا صفر البيض، يقدر مثلا تحكي بطاطا وتاخدي الماء ديالها وتخلطي به. المهم المكونات هما هادو، ولكن التخلاط باش ما بغيتي انا تنفضل صفر البيض. تقدري ديري مثلا ياغورت مسوس، تقدري ديري الماء ديال الخيار، ديري بزاف د الحوايج، الماء ديال الروز، كاع المكونات كاملين تقدري ديريهم. ولكن انا تنفضل الصفار ديال البيض، وكي قلنا الا كانت بيضه بلديه تيكون احسن. ها هي دابا الوصفه ديالنا موجوده بعد ما خلطتها. دابا ندوزو لطريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال سهله وسهله بزاف، يعني راه طبقيها على وجهك كله، تطبقيها حتى على تحت عينيك، لان ملي تديرها تحت العين هنايا تيتيرا تيتجبد، ما تيبقاش مكمش، تيتغذى. علاش انا تندير صفر البيض؟ صفر البيض تيغذي البشره، تعطيها واحد التغذيه كامله، لانه داير بالبروتينات، بزاف ديال لي فيتامين، فيه بزاف ديال الفوائد. انا تنهضر دابا عن تجربه، تنقول التجربه ديالي، داكشي علاش جيت نشارك معكم هذه الوصفه. وان شاء الله ان شاء الله ملي تجربوها راه ما غتندموش عليها، واي وحده جربتها غتقول لي في التعاليق كي جاتها الوصفه ديالنا، ومتاكده بان اللي جربها راه ما غاديش يستغنى عليها. طريقه الاستعمال هي بحال هكا، تطبقيها كي قلنا على وجهك كامل، هي تطبقيها على تحت عينيك، الجبهه، تقدري ديرها حتى العنق ديالك، ديريها ليديك، اي بلاصه عندك فيها سميره، عندك فيها تحسي بها مكمشه، خاصها ترطيب، خاصها تغذيه، خاصها ديري لها هاد الوصفه هادي. تطبقيها بحال هكا وتخليها حتى تتنشف، تقريبا تخليها 20 دقيقه كثر، 25 ماكسيموم 25 دقيقه، يعني ما تفوتيهاش، لان غتحسي بها نشفات وتيرات ايام بعد ما غسلتها. شوفوا عرفتي تتخلي لك اليد رطبه 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 بجد. الزيوت اللي كاينه في الزنجله، اللي كاينه في بودور الشيا، اللي كاينه في زرعه الكتان، بالاضافه للحليب المجفف، يعني صفار البيض كلهم تيحتويو على ماده مرطبه، عرفتي يدي ولاو ليا رطبين، هاد اليد حتى نحسبها دابا رطبه. هانتوما كي تشوفوها تنقات، وهذه راهي استعمال واحد، اما مع المداومه راه تعطي مفعول كبير بزاف، وتيبان لك الفرق. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، الوصفه الرائعه، الوصفه ذات فعاليه، وصفه لشد وتصفيه وتصفيه وترطيب الوجه، يعني وصفه كامله مكموله كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. هذه الوصفه غتخليكم تستغناو على اي وصفه اخرى، غتولي هي الوصفه المفضله عندكم. دمتم في رعايه الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.